شباب مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اخوان، في ظاهرة جديدة نازلة، انتم لكم خبر فيها؟ هلا اغلبكم راح يقولوا ايه النا خبر. هدول اللي يزعلوا فجأة بدون ما تعرف ويراضوك كمان بدون ما تعرف. ايش هالعادة السيئة انتم جايبين؟ هدول اللي يزعلوا لحالهم ويرضون لحالهم، ايش قصتكم هدول؟ يعني على اساس نحن ما نعرف، ها لما تزعل نعرف ونسوي حالنا ما نعرف. يا زلمه ايش عاده سيئه، يكون بالبيت قاعد هو ومرته وحكوا كلمه، حكوا شغله، ايه لازم هيك لازم هيك، اتفقوا ووقعوا وبصموا خالص ويزعل من عند حاله، وانت ماشي انت كمان بلوى تعرف ايش القصه. مو هالمره انت كمان تعمل حالك انه على اساس ما لك خبر بالشيء، وهو يمر من جنبك وانت كمان ما تطلع عليه. شوف بعد فتره يرجع يصالحك على اساس ما كان في شيء. لا لا، كان في شيء وكان لي خبر كمان، بس انت لحالك رجعت. يا زلمه ايش زنخين هدول، هالنوعيه هدول. انتم تعرفوا شو هدول؟ هدول هن اللي لما يعملوا اي مشروع، اي ربح، اي شراء، اي شيء بدهم يشتروا بهالدنيا هاي، ما راح يخبروك ابدا، مستحيل يخبروك. هالنوعيه هدول اللي يزعلوا لحالهم يرضون لحالهم، ما يخبروك. يا زلمه بس بدي شغله واحده من الله، يا رب اذا انا مؤمن وانا عامل شيء كويس بحياتي ولا وحده بس مره واحده، يعني تقبل دعائي يا رب. كل انسان يقول ما عندي مصاري ان شاء الله ما يضل عنده. يا رب ما بدي منك شيء، ما بدي طول العمر، ما بدي منك شيء، بس استجيب لي هالدعاء هذا يا رب. اللي يقول ما عندي، وهذا الفسفسكي، هذا اللي الفسوة اللي دائما شغلاته كلها كتومية وما يحكي لحدا ويحب، مو مشكلة ما تحكي لحدا، مو مشكلة. ليش تحب تسمع كلام اسرار الناس؟ انت ما تحب تحكي لي اسرارك، صح؟ ما تحكي لي، لا تحكي لي، مو مشكلة، بس ليش تحب تعرف اسراري؟ ليش تجي تحتك فيني؟ ليش تجي تقول لي ايش في عندك؟ ايش اشتريت؟ ايش بدك تساوي؟ ها؟ وليش انت ما تحكي لي؟ يا رب طالما ما عندك ان شاء الله ما يضل عندك، وان شاء الله كلها ما اقول لك على صحتك، ان شاء الله تزتها كلها هيك مثل ما جمعتهم بالكلبنه والحقرنه، ان شاء الله تزتهم هيك وباء مثورة منهورة. شو يسموها؟ يا زلمة ايش زلخينه، اقسم بالله العظيم بعض مرات يجيني طقة اريد احكي. الناس يقول يا اخي ليش تحكي؟ خيو بدي احكي على قناتي، حدا اخو كيفي؟ ان شاء الله كل واحد يقول ما عندي ان شاء الله ما يضل عنده. يا ول، اما بنعمة ربك فحدث، اما بنعمة ربك فحدث. احكي وقول الحمد لله امور تمام، الحمد لله اشتريت لي قطعة ارض، الحمد لله اشتريت لي بيت، الحمد لله انا عن ابوي، الحمد لله انا عن ابوي على ابو اللي خلفني. احكي قول انا عن ابوي عادي، احكي دائما قول الحمد لله. ليش ما تقول الحمد لله؟ ليش دائما تقول ما في، ما عندي، ما في؟ ابوه فلان اشترى بيت، ابوه فلان اشترى ارض. ليش اشترى؟ من ملك امك؟ اشترى من تعب اولادك؟ ها بس تعرف تخبي. مو على كل وصلت الفكرة. اللي يزعل ويرضى نعرفهم، والله والله العظيم نعرف. يزعل يسوي حاله على اساس زعلان يمشي هيك وما له خبر، بس الي خبر، والله لي خبر. على كلكم عم تعانون من الموضوع، الناس كلها عم تخبي اسرارها، وانت كمان مثلي مخمافي. اذا بدك تضرب طقعه، ها طقعه برطه قبل ما تجي لسه هي بكولون، لما تفوت على البنكرياس، لما تروح على الكلاوي ترجع، وقبل ما تطلع من الفهوة فوها تقول اجت كل الناس يعرفوا انك بدك تضرط، طراق تضرب وتمشي. في ناس يخلون ببطنهم الفسوة هاي تروح على المعدة وعلى البنكرياس وترجع على الكلية وترجع على المخ وتفوت على الانف وترجع تفوت داخليا، وما راح يحكون، والله العظيم ما يحكون. هدول الناس يا رب يدخيلك بالله، انزعج من المواضيع له. على كل كان معكم خورشيد ملا درويش من كاردف. السلام عليكم خيو.